بعطيك هسه ورقه بيضاء ايه. تكتبين رساله لشخص امم. اذاك بحياتك نعم. بس بدون ذكر اسمه. اكيد. شنو الرساله تكتبيها له؟ اقول له الله لا يوفقك ان شاء حضرتك كوثر. كوثر في طالبه؟ أنا متخرجة هالسنة حلو. من كلية التربية قسم إنجليزي. حلو. الله يسلمك إن شاء الله. لقيت شغل؟ لا ما لقيتي. أنا مو إنه أمدح بزوجي أو شيء، بس أتمنى لهم شخص مثل زوجي، يعني يكون حنون ومتفهم وصاحب مسؤولية. صاحب أنا مو إنه أمدح بزوجي أو شيء، بس أتمنى لهم شخص مثل زوجي، يعني يكون حنون ومتفهم وصاحب مسؤولية. صاحب. أنا متزوجة، كنت خايفة من الزواج قبل. زوجتي؟ إيه جديد. عفو. صار لي 6 أشهر هيك. زوجتي؟ إيه بعدني عروسة. عن حب ولا تقليدي؟ ما أقدر أقول. تحياتي على راحتك. الجهالي دا يلعبون هسه يجون. كم نونو عندك؟ عندي بنتي كبيره ثالث متوسط، ما شاء الله. كبرت ومتزوجه. ثاني كليه وتزوجت. زين حضرتك؟ غفران. غفران اليوم موضوع حلقتنا يتحدث عن الوعود. شنو الفترة الأخيرة إنه بعض علشان الله لا تختارن واحد يأذيك بالدنيا، اختاري صح. والله يعني حرامات. أنا أحبكم أنتوا أخواتي، اختاري صح، لا تتزوجين بالعشق. طبعا أنا ما راح أذكر اسمه، بس أقول له إنه الله يسامحك على كل شيء. زوجك طيب؟ طبعا أكيد. ليش؟ أني يعني هو أذاك وغير مسار حياتك؟ الزواج مشروع ناجح؟ حسب الاختيار. أنا انا اذا اختياري صح طبعا مشروع ناجح. هو أكيد نص الدين يكمل، بس البعض إنه المشروع الفاشل إنه كان ما عنده شغل عنه. فاطمة، من الشخص اللي خذلش بحياتك بدون ذكر أسماء؟ زميلة، زميل، أكو شخص خذلنا بحياتنا، إنه شنو خذلك وليش خذلك؟ هواي ناس خذلوني. الزواج مسؤولية. أي. أنا صديقاتي ما متزوجات مو؟ صديقاتي لا، هاي أختي وهاي صديقتي. الله يحفظك إن شاء الله. ما متزوجات لا. شنو الشخص المثالي تتمنيه ياخذه؟ زوجة ولا لا؟ لا. قبل دخلتي بعلاقات لما دخلتي بعلاقات قبل انه كخطوبه كزواج شيء رسمي؟ إيه طبعا أكيد دخلت موضوع خطوبة وتركت خلاص. منو اخطر انسان بالحياه؟ كذاب، المنافق، الحسود والحقود، هم هذول. ما تعطيهم كلمه؟ اي الحسد مثل عليك؟ اي يتوعد وما يوفي بوعده. أي. شو اشبه الظاهره تصير؟ أنا دائما ضد فكرة إنه الإنسان من يكون سعيد لازم ما ينطي وعد، لأن الإنسان من يكون سعيد يندفع. هاي اسم حضرتك؟ يقين. 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 انت يوم وليد 2000 شنو؟ صيدلة. يقين اليوم موضوع يتحدث عن تعدد الزوجات.